صباح الخير عليكم. صحة فطوركم، صحة سحوركم، صحة رمضانكم. إن شاء الله تكونوا ديما بخير وعلى خير، ونكونوا ديما فيه بالخير إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه ألف صلاة وسلام. معكم مطبخ أم ميار. اليوم راح نعمل معكم صينية القطايف خواتاتي ولا أروع، وما تطلبش الوقت. راح نعملها بطريقة سهلة وسريعة، ومكوناتها موجودة في كل بيت إن شاء الله. جبت لهنا 600 جرام تاع قطايف، نحيت منها النص خواتاتي، خليت غير ساشي وربع. راكو تشوفوا فتتها بيديا كيما هكا، يعني اللي عندها الاشوار ترحيها في الاشوار. انا بغيت نستعملها بيديا هكا. راكو تشوفوا كيفاش رجعتها. شوفوا خواتاتي، حليتها مليح وضفت لها كاس كبير تاع زبده دايبه، ومن الاحسن السمن. انا ما حضرش عندي السمن، يعني درت غير زبده برك وجات ما شاء الله. ميلانجو مكونات في بعضهم هكذا. شوفوا، نزيد لها زاز تاع القارص في بلاصه الفاني. انا بغيت زاز تاع القارص باش يجيني فيها جو مليح. راكو تشوفوا راني ميلانجي فيهم في 3 خواتاتي. لهنا نروحوا للشربات اللي هو السيرو، نضيفوا عليها 2 تاع كيسان تاع سكر خواتاتي. راكو تشوفوا، ونضيفوا عصره من الليمون اللي هو القارص هكذا بالطريقه هذه، ونضيفوا كاس ونص تاع ماء. الكاس اللي قيستي به السكر تقيسي به الماء. شوفوا ما شاء الله. لهنا نحرك مليح، ومن الاحسن تحركي السيرو تاعك باش ما يلصقش. نقسيلو هكذا بالطريقه هذه. نروحوا القطايف تاعنا خواتاتي، نزيدو نضيفوا عليها سكر غلاس، 2 مغارف كبار تاع سكر غلاس، يعني ما تكثروش السكر، يعني باش ما تجيش حلوه. راكو تعرفوا الشربات والسكر اللي فيها بزاف. شوفوا راني نحل فيها بالطريقه هذه. نرجعوا للشربات تاعنا، نضيفوا لها قشور تاع البرتقال ما شاء الله باش يعطينا فيها طعمه. راكو تشوفوا الصينيه تاعنا هذه دهناها بمغرف تاع زبده، لازم تشبعيها الصينيه تاعنا بالزبده هكذا. شوفوا راكو تشوفوا خواتاتي. نهز الجزء الاول نحطه في الصينيه كيما هكا، ونستفو مليح، نستف القطايف تاعي مليح مليح. شوفوا جات ما شاء الله، والله اللي كلاها ما شبعش منها، يعني ما جاتش بزاف حلوه. راكو تشوفوا كيفاش نبسط فيها. والجزء الاخر خواتاتي ضفت له اللوز مرحي، شريت ب50 الف لوز. راكو تشوفوا رحيته، يعني نظفته مليح من لابوسيير اللي هي الغبره، ورحيته في لاشوار وضفته لهنا القطايف. راكو تشوفوا نخليها تركح مع اللوز هكذا. واللي ما عندهاش اللوز خواتاتي تضيف غير الكاوكاو. راكو تشوفوا نرجع للكريم تاعنا، نضيف 2 كيسان كبار تاع الكريم بالطريقه هذه، تاع الحليب عفوا. نزيدو نضيفو 3 مغارف كبار شويه، يعني ما تكثروش بزاف نشا. 3 مغارف كبار شويه تاع المايزينا. راكو تشوفوا و2 مغارف كبار تاع بودرة الشانتي هكذا. نضيفوها على النار ونحركو غير بشويه. هو من الاحسن ندير فوي خواتاتي، نسيت على الفوي، يعني والله نسيت عليه معليش. رايحه نجيب مغرف ونحرك بها، نقصو خلاص على الكريم تاعنا باش ما تتحرقش وتلصق هكذا. نحركو بالطريقه هذه حتى نترجع معانا كريم ولا اروع بالطريقه هذه. شوفوا
نروحوا للسيرو تاعنا اللي خليته برد. هاكو تشوفوا راح نشرب من الفوق هكا القطايف. هاكو تشوفوا نشربها مليح بالسيرو اللي درناه. شوفوا والله جات قطايف ما شاء الله يعني هايله. الكريم تاعنا كشتا راهي سخونه، ضيفيها برك على القطايف ماشي راح تفزت، ما تخافوش. شوفوا ما شاء الله. نبسط هكا الكريم تاعنا فوق القطايف، يعني نبغي نوضح لكم مليح. شوفوا شوفوا كيفاش نبسط فيها ونواسي فيها هكذا بالطريقه هذه. نزيدو نجيبو الجزء اللي خلطنا معاه اللوز. راكم تشوفوا راح حتى هي نستفها مليح، يعني ما نخليش الكريم تبان. يعني جا ما شاء الله. والله هايله مليحه لسهرة رمضان بعد الفطور هكذا. جبتي تعطي لولادك ياكلوا بكاس تاع تاي هكا، يجي ما شاء الله معاها. راكم تشوفوا خواتاتي كيف راني نبسط فيها من فوق هكا بالطريقه هذه ما شاء الله. شوفوا راح نديرها في الفور خواتاتي، نديرها على 7 دقائق. راكم تشوفوا 7 دقائق طابت لي من فوق لتحت. شوفوا اللون تاعها كيف ذهبي ورائع وجميل. نشربها بالشربات تاعنا اللي خليتها بردت. هو من الاحسن نخليها 4 ساعات تركح مع الشربات. انا ما خليتهاش تركح خواتاتي، يعني قسمتها ليه غير باش نعتلكم. جات ما شاء الله. والله الموس في يدي يعني يمشي كامل الخفة تاعها. شوفوا خواتاتي خفيفة خلاص. جات ما شاء الله، يعني ما نحكي لكمش، يعني قطايف ولا اروع. يعني قلت نجربها معكم تشوفوها. شوفوا الهزة تاعها جات ما شاء الله. شوفوا خواتاتي هو من الأحسن تركح. راح نقسم معاكم بالفرشيطة هكذا. شوفوا والله ما شاء الله ذوق رائع. ما شاء الله. شوفوا الخشن تاعها يعني هايل ما شاء الله. شوفوا ديكوراسيون تاعها كيف جات ولا اروع. ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم ان شاء الله، وان شاء الله تكون وصفه هذه هايله معاكم. نخلي خواتاتي على خير ان شاء الله، وصحه فطوركم، وتبقوا على خير مع فيديو آخر إن شاء الله.